السلام عليكم، شلونكم؟ عندنا واحد من التعليقات شخص كتب شنو أفضل أكمل المادة كلها بس بقراية سطحية مثلا. يعني أنا راح آخذها على السادس شلون تقرأ بالعطلة، خصوصا يعني باليوتيوب، أو مثلا أقرأ يعني نص المادة أو 3 أفصل بس أكملها وأضبطها كليا. إذا تريدون أعطيكم مختصر أقدر أعطيكم الفيديو يصير قصير، بس اليوم راح أعطيكم بالتفصيل. كتبوا لي بالتعليقات إذا بالمستقبل تريدوني أعطيكم مختصر أقول لكم هاي أفضل لو هاي أفضل، لو تريدون أشرح لكم. اليوم راح أشرح. الموضوع يعتمد على أنت، نوع شخصك أنت. إذا أنت دراخ تحتاج يعني يعني تتبع طريقة معينة. إذا أنت تفتهم تحتاج تتبع طريقة معينة. راح اقول لكم انا شنو سويت او انا شنو اسوي وشنو احب، وبعدين اقول لكم انتم شنو يفيدكم. انا عن نفسي كوني افتهم اكثر من ما ادرخ، فاحس انه اذا افتهمت الموضوع راح شويه احفظ منه يعني جزء بسيط اذا افتهمت الموضوع. فان اكمل المنهج كامل يكون بالنسبه لي افضل ب3 مرات من اقرا منهج او يعني نص منهج بس اضبطه 100%. لان اني بالتكرار المتباعد اقدر اضبط المنهج، فبالتالي اقرا يعني المنهج كامل بسرعه احسن من ما اقرا منهج مثلا نص منهج بس بطيء. هاي بالنسبه لي. بالنسبه لكم انت يعتمد عليك انت. اذا انت مثلا تفتهم فلازم يكون الطريقة الثانية هي الأفضل بالنسبة لك، إنه تقرأ قراية سطحية بمجرد ما تفتهم المادة وتصفرها. وطبعا هاي في حال إذا عندك وقت. إذا ما عندك وقت لا، لازم لا هاي تقرأها ولا تقرأ هاي، تقرأ بالنص، تفتهم وتحفظ وتعبر، تفتهم وتحفظ وتعبر. فهاي بالنسبة لنا الحالة الأولى إذا أنت تفتهم. بس إذا أنت لا يعني تعتمد على الدرخ أكثر، فلازم يعني تقرأ شوية شوية وكل شي تقرأ تحفظه وتفتهمه وتدرخه، لأن أنت تعتمد على الدرخ أكثر من الفهم. فهاي تعتمد عليك. الحل الأفضل لا هو هذا ولا هذا. الحل الأفضل هو أنه تقرأ يعني قراية سطحية بنسبة 50% وتضبط 50%. شلون؟ يعني انت من تجي تقرأ بالعطلة مال خامس اعدادي من تروح للسادس اذا ما مسجل خصوصي او اي مادة تريدها، يعني اذا انت خامس بدأ الدوام، من تقرأ اول ما تقرأ لازم تباوع الفصل كامل، يعني الفصل كله تقرأ قراية سطحية. هاي هيك يعني 10 دقائق 5 دقائق. بعدين تبدي بموضوع الاول. الموضوع الأول تقرأ قراية مثلا هم سطحية 15 دقيقة. تقرأ الموضوع الثاني، تقرأ الموضوع الثالث، ورا هاي القراية السطحية كلها ترجع على الموضوع الأول تحفظه. فهنا راح تضبطه ب50%. فأنت قريت سطحي، بعدين قريت بقراية سطحية وافتهمت، أخذت وجهة، يعني عرفت الفصل شنو يحكي عن شنو فائدته، شنو تحفظ شنو ما تحفظ. وراها رجعت تقرأ أو يعني تفتهم المادة وتحفظها. فأنت راح تمشي بالثنين، تبدي قراية سطحية حتى تعرف الفصل شنو بيه وشنو يريد منك وشنو تحفظ. ورا ما تخلص هاي ترجع تحفظ الفصل. فبالتالي كل فصل تقرأ بالبداية سطحي حتى تعرف شنو يريد، شنو يعني شنو المطلوب منك. هذا صعب، هذا سهل، هذا ما يحتاج أصلا أقرأ، أنا فهمته من أول مرة، هذا لا هذا مهم جدا وهيجي. وراها تبدي تحفظ شوية شوية، والحفظ ما يكون بقعدة واحدة، وإنما اليوم تحفظ شوية، باكر تحفظ شوية، بعد شهر تراجع، هكذا. فيكون أنت من تخلص الفصل راح تكون أنت ضابط 50% حافظ ومفتهمه تماما. فبالتالي راح ما تضبطه 100%، ولكن راح تضبطه بنسبة كبيرة وتعيفه. بعدين تنتقل للفصل الثاني والفصل الثالث. بعد ما تخلص مثلا شهرين أو فصلين ورا الفصل الأول، ترجع على الفصل الأول، ترجع تقرأ قراية سطحية. وإذا شفتك نفسك ما مضبطه أو نسيته ترجع مرة ثانية تحفظه. فبهاي الطريقة راح أنت تضبطه 100%. أدري إنه ما عندك وقت وهيج، بس لازم ترجع على الفصل الأول، يعني أقل شي شهر شهرين ترجع على الفصل الأول تراجعه حتى ما تنساه. فبهاي الطريقة راح تقدر تقرأ المنهج بسرعة، وراح تقرأ بنفس الوقت تقدر يعني تحفظ. بس ما تجي انت تقول مثلا انه اقرأ الفصل كامل وما اعبره الا احل كل وزارياته، هاي طريقة خطأ 100%. ليش؟ لان انت ما راح تروح على الفصل الثاني تقرأ وترجع على الفصل الثالث تقرأ وتروح على الفصل الرابع تقرأ.
عقلك مو نفس عقلك ما ديج المرة من قريت الفصل الأول. راح يكون عقلك أكبر، أحسن، أذكى، راح يكون يعني راح يتغير وجهة نظرك. فمن قريت الفصل الأول وقفته 3 أشهر 4 ورجعت قريته مرة ثانية، راح تشوف نفسك نسيته عادي، راح تراجع شوية تتذكره. بس الأشياء اللي كانت صعبة بالنسبة لك صارت سهلة، الأشياء اللي كنت تشوفها ما مفتهمها افتهمتها، لأن عقلك تطور وتحسن. أما من أنت تيجي تقرأ، جبت الفصل الأول قريته، هذا الموضوع ما افتهمته، وش قد تسوي ما قد تفتهمه، فمستحيل راح تقدر تضبط 100%. فبالتالي لازم يعني من تريد تضبط 100% لازم هذا الفصل قاري وعايفة فترة شهر شهرين أو أقل شي أسبوع، عايفة تماما ما تباوعه، او يعني بس راجعه، حتى من ترجع له وتقرا مره ثانيه قرايه حقيقيه راح تشوف هذا الفصل صار كلش سهل وانت مضبطه 100%. وطبعا راح تنساه، بس راح شويه تحفظ من جديد راح تتذكر. فهاي يعني الإجابة عن هذا السؤال، لا أنت تقرأ قراية سطحية ولا أنت تقرأ 100%، وإنما حاول تقرأ يعني 80% أو 75%. أنت بكل حال من الأحوال ما راح تقدر تضبطها 100% إلا بعد مرور يعني سنة كاملة. فأنت بهاي السنة الكاملة قريتها مرة سطحية، بعدين قريتها مرة ضبطت 50%، قريتها مرة الثالثة بالمدرسة، بنص السنة قريته، بالشهر بأخير السنة قريته. فبهيج حالة راح تقدر تضبطه. بس ما تجي تضبطه 100% من أول مرة تقرأ، هذا الشيء مستحيل، وحتى لو سويته هم خطأ. لازم يعني توازن بيناتهم. وإذا همين أنت تقول لي خلصت المنهج كامل بشهرين، هذا هم خطأ، لأن أنت هنا قاعد تقمز تقمز بالأفصل، ما قاعد تفتهم أي شيء. فيعني أنت لازم توازن بيناتهم. مثلا تقدر تاخذ الفصل الأول والثاني وتضبطهن بنسبة 50% مثل ما حكيت قبل شوية، وبنفس الوقت تاخذ الفصل العاشر مثلا بالفيزياء وتباوع بس هيك، بس تفتهمه، تاخذ نظرة عامة. هاي ممكن، هاي وراح تفيدك هواي. بعدين من راح يجي وبعد فد 6 أشهر 7 أشهر من توصل للفصل العاشر وانت سبق وان اخذته بالعطلة. صحيح انت راح تشوف نفسك كل شيء ما مفتهم وكل شيء ما حافظ، بس شوية تقرأ هاي اتذكرها قبل 6 أشهر بالمحاضرة، اتذكر المدرس يجي قال باليوتيوب او اذا انت مسجل خصوصي وطاك اياه بس يجي نظرة عامة، فراح تتذكر بعض المعلومات. وهم راح يصير عندك اسهل، الفصل راح يصير عندك اسهل لان انت سابقا اطلعت عليه. صحيح ما حفظته وكل شيء ما افتهمت، بس اطلعت عليه. فالاطلاع مفيد جدا. يعني انت مثل ما قلت انا قبل ما تقرا الفصل اطلع عليه وارجع الموضوع الاول اقراه، لان الاطلاع مفيد. من تطلع على الموضوع دائما يقول لك من تجي مثلا هاي عندي ملزمه، هاي من تجي تريد تقرا اول شيء قلب بيها باوع عندنا هذا الموضوع الاول، الموضوع الثاني هيجي، هذا الجدول ينحفظ والى اخره من هاي الامور. من راح تطلع عليه ذني راح عقلك يقوم هذا قاعد يحكي عن هيج موضوع، قاعد يحكي عن هيج موضوع، هذا الموضوع انا اصلا ماخذه العام بالخامس مثلا، هيجي سهل هذا الموضوع. هي يعني هاي امور عقلك راح يستوعبها، حتى لو انت شفت نفسك ما استفادت او شفت طريقه فاشله، بس عقلك راح يتعامل ويا الموضوع. فمن تجي تقرا راح يكون عندك وجهه نظر شنو هذه الماده، راح تعرف انت ايش قاعد تقرا احياء لو كيمياء لو عربي. فهاي الموضوع مال تطلع على المادة قبل ما تقراها مهم جدا. وإذا عندك وقت إنه تطلع على الفصل الأخير، الفصل اللي قبل الأخير، خصوصا إنه إحنا ما راح نعطي وقت كافي لأن إحنا حاقرين بالفصول الأولى، فهذا هم يكون ممتاز. وإذا ما عندك وقت فامشي مثل ما قلت لك نص بنص، تطلع عليه بعدين تحفظه بعدين تروح على الورا، تطلع عليه تحفظه تروح على، تطلع عليه تحفظه تروح على الورا. من تخلص فد 3 مرات مشت 3 أشهر ترجع على الفصل الأول تطلع عليه وتحفظه مرة ثانية. بهيج حالة رح تقدر تضبط 100%. وأتمنى جاوبت على سؤالك، وإن شاء الله بالمستقبل هم إذا عندكم أي أسئلة تحتاج توضيح أوضحها هنا، وإذا عندك أي وجهة نظر ثانية اذكرها بالتعليقات. إن شاء الله نستفاد منكم ومن تعليقاتكم. أشوفكم فيديو جاي، مع السلامة.